السلام عليكم. أغلب ال AI agents الموجودة اتدربت على بيانات تعتبر قديمة، ولو نزل تحديث جديد لفريم ورك أو ستاك معين هي مش بتكون عارفة التحديث ده. حتى لو سألت ال AI إنه يحل المشكلة هيفضل يلف حوالين نفسه، مش هيعرف وهيضيع لك وقت. واللي فاكر الفيديو اللي كنا بنتكلم فيه على ال Agent Mode اللي نزل على ال VS Code، كنا بنجربه لاحظنا إن ال Agent لما طلبنا منه يضيف Tailwind على Next.js application معرفش يربطهم مع بعض، لأن طريقة إضافة Tailwind مع Next 15 اتعمل لها أبديت وهو ما كانش عارفها، وبدأ يلف حوالين نفسه لحد لما بعتنا له لينك الدوكيومنتيشن دخل سحب الخطوات بعد التحديث واشتغل كويس. فبالتالي الاي اي ايجنت زي اي شخص شغال معاك في التيم، لو معتمد على ذاكرته وما قراش الدوكيومنتيشن بتاعت الفريم ورك اللي هيستخدمها هيشتغل بطريقه قديمه. ومن هنا جت فكره الكونتكست 7. حاجه كمان، الاي اي زي ما هو محتاج يقرا الدوكيومنتيشن عشان يشتغل بشكل كويس، فبرضه محتاج يمشي على خطوات معينه وطريقه معينه في كتابه الكود كانه واحد شغال معاك في التيم. خلينا اديك مثال. تخيل شخص جديد يشتغل معاك في التيم وهو عنده مدرسته اللي شغال بيها، ليه دماغه وطريقة تفكيره وستايله في كتابة الكود. فاللي بيحصل انك بتقعد معاه بتديله الدوكيومنتيشن والجايد لاينز للمشروع اللي هيشتغل عليه، مكتوب فيها طريقة كتابة الكود والنيمينج كونفنشنز وكل الجايد لاينز الخاصة بالبروجكت ده او بالستاك ده. نفس اللي بتعمله مع الشخص ده ممكن نعمله مع الاي اي، ونخليه يشتغل كأنه شخص حقيقي شغال معاك في التيم، فاهم الجايد لاينز والستاندرد الخاصة بكل بروجكت لوحده. خلونا الأول نشوف موضوع الكونتكست 7 وهل هو يستاهل ولا لأ، بعدين نروح لموضوع الرولز. طيب، فالكونتكست 7 هي عبارة عن إيه؟ زي ما قلنا لما ضرب معانا المثال ده كده، فإحنا بعتنا للإي آي اللينك بتاع الدوكيومنتيشن بتاع التيلويند، قلنا له لأ أنت محتاج تعمل انستول لتيلويند على نيكست جي اس عن طريق الدوكيومنتيشن مكتوبة أو الخطوات مكتوبة في اللينك بتاع تيلويند الأوفيشال ويب سايت أو الموقع الرسمي بتاع تيلويند. تمام. طيب، ففكره الكونتكست 7 هي عباره عن ام سي بي سيرفر، اعتبرها كسيرفيس فيها كل الدوكيومنتيشن الخاصه باغلب الستاكس والفريم ورك واللايبراري اتجمعت كلها في ام سي بي سيرفر. تمام. احنا هنا بنتكلم على حوالي 8372 لايبراري وفريم ورك، فهي فيها كل الدوكيومنتيشن الخاصه باغلب الفريم وركس اللي انت بتفكر فيها. فلو عايز تشتغل بالنكست جي اس مثلا، انت بعد ما بتربط الام سي بي سيرفر فبتكتب للاي اي ايجنت اعمل لي ابلكيشن بنكست جي اس واستعمل كونتكست 7 ام سي بي، هو اوتوماتيك بيروح يقرا او يكلم التولز اللي موجوده في الكونتكست 7، والكونتكست 7 اوتوماتيك بيبدا يديله الدوكيومنتيشن او اخر تحديث خاص بالحاجه اللي انت بتسال عنها. جميل. طيب، وهنا في طبعا موضع عدد التوكنز لكل سيرفيس او كل فريم ورك. تقدر طبعا بتشوف هنا طبعا التايتل والديسكريبشن وفي مثال لشكل الكود وهكذا. تمام. طيب، خلينا نبص على الجيت هاب ريبو ونشوف الناس دي بتقول ايه عن نفسها ونحاول نشغلها عندنا ونشوف هي بتشتغل كويس ولا لا. طيب، هنا بيقولوا ان كونتكست 7 هي ام سي بي اب تو ديت كود دوكس فور اني برومبت، فهي ابديتد دوكيومنتيشن لاي برومبت. جميل. فهنا بيقول لك ان بدون الكونتكست 7 ان ال LLMs بتعتمد على outdated او generic information، معلومات يعتبر قديمه شويه خاصه باللايبريز اللي بتستخدمها. تمام. فانت لما بتيجي تكلم الاي اي فبيرجع لك امثله من الاكواد دي outdated قديمه. تمام. ومعتمده على التريننج داتا القديمه اللي هم اتدربوا عليها. الحاجه الثانيه، الاي بي ايز مثلا ممكن ما تكونش موجوده. الحاجه الثالثه، الاجابات بتاعتهم بتبقى جينيريك عامه. تمام. اجابات عامه بتبقى خاصه بالباكج فيرجن، فانت ممكن مثلا تكون زي المثال اللي اخدناه على نيكست جي اس، كنا شغالين بنيكست جي اس 15 المثال اللي عملناه، ممكن يكون هو بيديك امثله مثلا بنيكست جي اس 13 لان هو مش ابديتد. تمام. ده بالنسبه لو انت هتشتغل بدون كونتكست 7. طيب، لو انت هتشتغل بكونتكست 7 بقى، فقال لك ان الكونتكست 7 بتبول ابديتد اب تو ديت الفيرجن سبيسيفيك دوكيومنتيشن، بتسحب اخر تحديثات من الدوكيومنتيشن دي، تخلي الاي اي هو عنده اطلاع على اخر خطوات او اخر تحديثات للفريم ورك دي او الباكج او اللايبرري. فانت عشان تستعمل الكونتكست 7 بعد ما بتربط طبعا الام سي بي، فبتكتب في البرومبت هنا ولنفرض create basic next.js project with a router، وبعد كده تقول له use context 7. جميل. طيب،
جيتنج ستارت عشان تشغله لازم يكون عندك نود اكبر من او يساوي 18 وشغال على الابلكيشن دي اللي هي الكورسر الكلاينتس دي ويند سيرف كلاود ديسكتوب او اي ام سي بي كلاينت موجود. تمام. طيب احنا خلونا ناخد مثال، هناخد مثال على الايه الفي اس كود. ادي ده الفي اس كود. حلو. فاحنا هناخد كل ده كده، او خلونا ماشي هناخد ده كل ده كوبي كده. حلو. وخلونا نشوف بيفور وافتر، يعني انا خلوني بس ايه الاول نجرب بس هل ده شغال ولا لا. طيب هنيجي هنا هناخد ده كده اول واحد. تمام. كرييت ده كده ونروح نفتح الفيس كود وهقول له هنا انا ما عنديش هنا، يعني لو جيت فتحت هنا ام سي بي ما عنديش ام سي بي سيرفر خالص. تمام. فالفيس كود هنا هقول له وما عنديش هنا طبعا اي ام سي بيز، يعني بص هنا ما فيش كرييت ا بيزك نيكست جي اس بروجكت وذ اب راوتر، ما حطيتلوش الكونتاكت 7. روح خلونا نشوف هو هيعمل ايه. تمام. طيب دي الخطوات بتاعته. حلو. جميل. خلي ده كده زي ما هو. خلونا بقى نضيف الام سي بي. هنيجي هنا ونقول له list ام سي بي add ام سي بي. تمام. ده ايه ده، ونحط له مثلا ايه، مثلا context 7 اي حاجه دلوقتي بس عشان يفتح لنا الفايل ده، ونروح ده هيكون في الورك سبيس عشان يفتح لنا الفايل ده ونحط ايه السنابت بتاعتنا هنا. تمام. احنا عايزين ناخد السنابت دي اللي هي بتاعت الانستوليشن. ده في اس كود صح. طيب هنيجي هنا ناخد ده كده زي ما هو واروح ايه نحطه هنا. جميل. فانا بالتالي هنا بقى عندي ايه ليست ام سي بي سيرفر، بقى عندي الكونتاكت 7 اهو موجود وده ستوب. هدوس عليه كليك كده واقول له ستارت سيرفر عشان يشغله. جميل. ونقفل ده كده. حلو. اتضاف هنا عندي جوه فولدر الدوت في اس كود عشان يبقى موجود على الورك سبيس. ارجع تاني افتح الام سي بي كده ليست عشان اتاكد بس ده كده ايه راننج. جميل. طيب خلونا ناخد، هقول ده كده ايه اسيب ده زي ما هو، ناخد ده كده كوبي كده واروح اقول له احنا هنا كان ايه دي اخر حاجه المفروض نوصل لها. لو جيت قلت له هنا يوز ناخد نفس اللي كاتبه فوق. طيب يوز كونتاكت 7 يوز كونتاكت 7. اوكي هعمل كده. اوكي اوكي ماشي كانسل نيكست كذا. ادي كده هيحط كوبايلوت. طيب هو ده ايه ده هنا اعتقد عمل نفس الستيب. اعتقد عمل نفس الستيب. طيب خلونا نكنسل كل ده وخلونا ناخد مثال تاني. هنروح على الكونتاكت 7. تمام. انا هاجي هنا على الكونتاكت 7 واخش على نيكست جي اس مثلا واخد حاجه من الموجوده هنا في الكونتكست الموجوده كرييت نيكست اب وذ ام بي ام. اوكي هاخد ده كده. جميل. المفروض ان هو يمشي بالخطوات دي، ده المفروض ده اللي انا فاهمه يعني. هاجي هنا. اوكي هروح جاي اعمل واحد جديد كده واقول له ايه يوز كونتكست 7 كونتكست 7. تمام. يلا بينا روح. اوكي امتي مش مشكله. طيب هل هو عمل ده؟ هو ما عملش ده خالص. يعني هو هنا المفروض هنا اللي هو ده المفروض طالما بعت له يوز كونتاكت 7 فالمفروض ان هو ايه يستخدم الكونتاكت 7 وبيعمل انستول بالكوماند اللي موجود هنا بقى ان هو اعطي له هنا مثال. تمام. اعطي له المثال ده الاكزامبل ويز اكسيوم ويز اكسيوم اب. فهنا ما حطش اكسيوم ولا عمل اي حاجه فما اعتمدش ده خالص. فهنا برضو شغال بدماغه وعمل له اجنور. فالله اعلم هو شغال ولا مش شغال. طيب خلونا نجرب حاجه تانية برضو. ممكن نقول له ده كده وايه نديله كده. اقول له يوز اكسيوم. فين اكسيوم؟ ادي كده. يعني انا بحاول على قد ما اقدر افهمه with axiom app. اوكي كده. وبعدين هنا هقول له use context 7. عايز اعرف هو شغال ولا لا اصلا. with axiom هو ده كده mpx create mpx create with axiom. اوكي ما حطش الاكزامبل ده، ما حطش ده with axiom، يعني هو ما مشاش بده خالص. انا مش عارف هو شغال ولا لا. واضح كده ان هو ايه مش شغال. طيب انا شفت برضو شويه حاجات كده في ناس كانت بتتكلم عليه ان هو الكونتاكت 7 مش شغال على كيردل على ويندوز وفي مشاكل. تمام. وبرضو هنا الام سي بي ما كان شغال. لا ده ما كان شغال الام سي بي على كيردل بشكل عام. لا بس هنا كنا بنتكلم على الكونتاكت 7 ما كانش شغال. طيب انا تجربتي الام سي بي 7 هي ما اشتغلتش معايا يعني على حسب الدوكيومنتيشن
انا ما حسيتش بفرق وما ظبطتش معايا. خلوني اخد ده كده واعطل الام سي بي. اوكي، ام سي بي سيرفر، حاجه اقول له هنا ده ايه، ستوب. ستوب، تمام. طيب وهاجي هنا مره تانية كده، هشيل بقى ايه يوز الام سي بي. هنا عندي ايه، دول لسه شغالين، ده ستوب، ده خلاص. خلينا نشيل ده من هنا خالص. تمام، انا كده ما عنديش. نعمل كده ونشوف. هي فانا مش شايف يعني بيفور وافتر، مش شايف اي فرق خالص. فانا بالنسبه لي كونتاكت 7 ما اشتغلش معايا. طيب ده بالنسبه لكونتاكت 7. هو باختصار هو المفروض عباره عن ام سي بي سيرفر في ليتست دوكيومنتيشن. انا شايف الافضل طبعا بدل ما نستعمل ام سي بي سيرفر لحاجه زي كده، ده رايي الشخصي، الافضل انا احرك الاي اي واقول له استعمل ايه وما تستعملش ايه وهكذا. تمام. طيب خلونا بقى نتكلم على موضوع الرولز. الرولز باختصار زي ما اعطينا المثال في الاول، تخيل ان في شخص جديد اشتغل معاك في التيم. الشخص ده ليه دماغه، ليه طريقة تفكيره، ليه مدرسته اللي جاي منها او بيشتغل على اساسها. مش شرط يكون بيكتب الكود بطريقة غلط، بس هو ليه بيكتب سنتكس بطريقة مختلفة عنك او عن كل الناس اللي شغالة معاك في التيم. فاللي بيحصل ان انت بتقعد معاه، بتعمل له اونبوردنج سيشن وبتشير معاه، او بتقول له دي الجايد لاينز ودي الدوكيومنتيشن ودي الستاندرد بتاعه البروجكت ده. احنا بنكتب الكود بالشكل الفلاني، النيمينج كونفنشنز بتاعنا كذا، بنستعمل مثلا سنيك كيس بدل الباسكال كيس او الكامل كيس وهكذا. بتفهموا انت طريقه شغلك او كتابتك الكود ازاي. فهو بيقرا الدوكيومنتيشن دي وبيبدا يشتغل زي اي فرد في التيم. نفس القصه بالظبط ممكن نعملها مع الاي اي. الاي اي لو سبناه لتفكيره فبيبدا ان هو يكتب كود بالطريقه اللي اتدرب عليها. انا ممكن اتعامل مع الاي اي كانه شخص معايا في التيم بالظبط، ابعت له الجايد لاينز والدوكيومنتيشن الخاصه بالبروجكت ده والستاك اللي انا شغال بيه. اقول له والله ده النيمينج كونفنشنز بتاعنا، ده الايرور هاندلر هتعملها بالشكل الفلاني، ده الاندنتيشن دي السبيسز، اللاينز ما بين الفانكشنز او الكلاسز بتبقى مثلا عندي تو لاينز بدل واحده وهكذا. ببدا ادربه او اعلمه او اشير معاه او اعمل له نوليدج ترانسفير، بحيث ان هو مع الوقت الاي اي ده ممكن يكتب كود زي اي شخص موجود معايا في التيم. وهنا جت فكره الرولز. الرولز باختصار ان هي عباره عن فايل في جايد لاينز بحط فيها ستيبس معينه او خطوات معينه، والاي اي دي بيستخدمها وهو بيساعدني او بيكتب الكود ده. جميل. فخلونا نشوف كيرزر اتكلمت على الرولز وقالت ايه. كيرزر بتقول ان الرولز هي عباره عن حاجه بتكنترول، بتتحكم في ان الاي اي الايجنت موديل بيبيهيف ازاي، بيتعامل ازاي. تمام، البيهيفير بتاعه. فالرولز دي بتسمح ان انت تبروفايد سيستم ليفل جايدنس، بتحط جايدنس او جايد لاينز معينه للسيستم بتاعك او الاركتكتشر بتاعك او البروجكت بتاعك. تمام. وعندها ثلاث انواع. عندها حاجه اسمها بروجكت رولز، دي رولز خاصه بالبروجكت اللي انت شغال فيه. ولنفرض انت شغال على اكتر من بروجكت، واحد مثلا جو والتاني جافا والتالت بي اتش بي والرابع مثلا تايب سكريبت او جافا سكريبت. فكل بروجكت ليه رولز خاصه بيه، طريقه كتابه والاندنتيشن والجايد لاينز والسنتكس وهكذا. فدي في الحاله دي هتستعمل البروجكت رولز. فانت بتسيب او بتستور الرولز بتاعتك جوه فولدر اسمه رولز، جوه فولدر اسمه دوت كيرسر في البروجكت اللي شغال فيه. تمام. النوع الثاني اسمه يوزر رولز، واليوزر رولز دي تعتبر جلوبال، هي رولز عامه. تمام. رولز عامه زي مثلا ايه، النيمينج كونفنشنز بتاع الفايلز. فانت كل الفايلز اللي جوه كل البروجكتس بيكون مثلا لور كيس وداش سيباريتور، يعني بدل ما يكون كامل كيس، لا، اي فايل هيتكريت لازم يكون الخط بتاعه لور ما فيهوش اي كابيتالايز ولا ابر كيس، والسبيسز ما فيش سبيسز وما فيش كده، هيبقى فيه داش. دي ممكن تكون جنرال رول او جلوبال رول وهكذا. تمام. والنوع الثالث اللي هو الكورزر رولز، دي ليجاسي قديمه ستيل سبورتد لغايه دلوقتي بيدعموها، بس هي دابريكيتد خالص، ما بينفعش ابديت، مش بيفضلها او بيرشحوا ان انت تستخدمها، وبيقول لك الافضل تروح تستخدم ايه، البروجكت رولز. جميل. طيب هنا بيقول لك الرولز بتشتغل ازاي. وهنا البروجكت رولز، اول حاجه بقى اللي هي البروجكت رولز. البروجكت رولز دي جوه فولدر الرولز. جميل. و each role is stored in a file version control. فبيبقى كل رول بيبقى ليها فايل خاص بيها، وبيقول لك ان احنا بنرشح او يفضل ان انت تعمل لها فيرجن كنترول، تعمل لها كوميت في الفيرجن كنترول. ليه؟ عشان لو اي حد عمل بول او سحب البروجكت بتاعك يكون عنده نفس الرول، تبقى الرول كلها موحده على الناس كلها اللي شغاله لو هتتعامل مع الكورسرز. تمام. طيب الرول ستراكشر بيقول لك ان each فايل بيتكتب ب .mdc، والام دي سي هي عباره عن لايت ويت كده
مارك داون فايل. مارك داون فايل بيسبورت الميتا داتا. تمام. طيب والرولز بتسبورت الفولوينج تايبس. في اكتر من نوع للرولز دي. اول حاجه اولويز، لو انت اخترت ان الرول دي تكون على طول، فده معناه ان على طول هتبقى موجوده في الكونتكست وانت بتكلم الاي اي. طول ما انت بتكلم الاي اي لو كلمته على اي حاجه هو اوتوماتيك بيروح يقرا الرولز اللي موجوده. تمام. النوع الثاني اوتو اتاتشد، ودي بتتحط لما الفايلز اللي انت او الاي اي هيشتغل عليها بتماتش جلوبال او جلوب باترن. يعني انت ممكن تحدد رول مثلا تقول جلوب اي فايل بينتهي بدوت تي اس او دوت بي واي او دوت جافا استعمل الرول دي. فاوتوماتيك الاي اي هو ذكي ان هو بيبقى فيه جلوب. لو هو بيكتب مثلا تايب سكريبت فايل فبيروح يسكان البروجكت بيلاقي ان في رول ليها جلوب خاص بالتايب سكريبت، اوتوماتيك بيروح يقرا الرول ديت. النوع الثالث ايجنت ريكويستد، فالرول دي بتكون افيلابل، بتكون متاحه للاي اي. هو اللي هيقرر هيستخدم الرولز دي ولا لا. يعني هي الاي اي بيبقى عنده اكسس على الرولز دي كلها. تمام. بس بيقرر هيستخدم الرول دي اللي النوع بتاعها ايجنت ريكويستد ولا لا لما تكتب له ايه ديسكريبشن. لازم تكتب له وصف زي اللي تحت ده اللي هو هنا بولر بليت مثلا فور كرييت سيرفيسز. فاي حاجه فور كرييتنج سيرفيس ارى كلمه من المكتوبه في الديسكريبشن اوتوماتيك بيروح ياخد ايه الرول ديت اللي هي التايب بتاعها ايجنت ريكويستد. مانيوال ده يعني يدوي، انت بتنكلود when explicitly mentioned using الايه at role name. فانت بتكلم الاي اي مثلا بتقول له اعمل لي Next.js ابلكيشن او فلاسك ابلكيشن واستعمل at وبتحط اسم الرول ديت بتعمل لها منشن، هو اوتوماتيك بيروح يستعمل. دول الاربع انواع وهناخد مثال ليهم. تمام. ده مثال للام دي سي فايل اللي هو بتاع الخاص بالرول. ادي الديسكريبشن وادي الجلوبس، مفيش هنا اي جلوبس، واولويز ابلاي هنا دي فولس. تمام. وهنا ايه دي الرولز بقى اللي هو كتبها له. هتستعمل مثلا انترنال ار بي سي مثلا باتر لما تيجي ديفاين نيو سيرفيس، وعلى طول استعمل السناك كيس للسيرفيس نيمز. ده كجايد لاينز او نيمينج كونفنشنز. وهنا عمل برضو ريفرنس لفايل موجود تايب سكريبت فايل. هنا بيقول لك ان الريفرنس فايل بيبقى ات اسم الفايل ده برضو بيخش مع الكونتكست. فهو الاي اي بيروح ياخد الرول وبيشوف الفايل اللي انت عامل له منشن، بيكومباين الكلام ده وبيقرا الفايل عشان يقدر يفهم الامثله اللي موجوده في الفايل والسنتكس مكتوب ازاي مع الرولز اللي انت ايه كاتبها له. جميل. طيب عشان تكريت رول خلينا ناخدها بشكل عملي افضل. هنفتح هنا الكورسر وهنيجي من هنا وهنيجي للرولز. احنا عندنا نوع اليوزر رول. اليوزر رول هي عباره عن بلين تكست كلام بس، مش ام دي مش ام دي سي. ما بحطلوش ميتا، بكتب له بس هنا ايه اللي انا عايزه. ده بلين تكست باراجراف كلام على بعض. والبروجكت رولز احنا عايزين بروجكت رولز مثلا، فهدوس هنا كرييت نيو رول واكتب اسمها مثلا هنا ايه بايثون فلاسك بايثون اي بي اي جايد لاينز اوكي يوزنج فلاسك مثلا. وهكتب له هنا ده هيبقى النوع بتاعها مش مانوال، هيبقى agent requested use these guidelines when working on API using Python Flask مثلا. تمام. وبكتب له هنا اللي انا عايزه 1 2 3 4. ممكن اكتب له تايتل ده مارك داون عادي جدا واحط ايه نقط تحتها وهكذا. جميل. طيب خلونا ناخد مثال نجرب نشوف ده هيشتغل ولا لا. انا هنا انا حاطط جايد لاينز لتايب سكريبت. جميل. وعاملها ايجنت ريكويستد وحاطط الديسكربشن ان ده هيكون تايبس. خلونا نجرب النوع اللي هو ايه اوتو اتاتش. بس خليني اخد ده كده واوتو اتاتش هنا هيبقى فيه جلوب. الجلوب هقول له اي هو ايه اعطيني مثال هنا اي دوت تي اس فايل اول دوت تي اس اكس فايل اوكي اول لو داخل جوه فولدر كمان تي اس. تمام. فده بقى جلوب. فالاي اي اوتوماتيك لو انا طالب منه يكتب تايب سكريبت فايل وكتب الفايل ده على الروت دايركتوري او جوه فولدر سواء كان تايب سكريبت او تي اس اكس فاوتوماتيك هيروح يقرا الجايد لاينز دي. ده في حاله ان هو ايه جلوب اوتو اتاتشد، ان انا اسيب الديسيجن او القرار للاي اي ان هو يضيف ده ولا لا. تمام. على اساس ايه طبعا الجلوب. هقول له هنا ايجنت ريكويستد بحط له ديسكربشن وهو من الديسكربشن ده بيروح يسحب الجايد لاينز. فهنا قلت له انا في التايب سكريبت بفضل ان انا استعمل التايبس ما استعملش انترفيسز، لان اغلب التولز والحاجات دي بتستعمل ايه انترفيسز. وما تستعملش اني خالص في التايبس، وخلي كل تايب في فايل لوحده. ما تحطليش كل التايبس في وان فايل مثلا. واستعمل نيمد اكسبورت ما تستعملش ديفولت اكسبورت. واستعمل نيمد امبورت ما تقولش امبورت اول. تمام. وهتحط لي جيس دوكيومنتيشن جيس دوكس فوق كل تايب وتعرفني التايب ده ايه والبروبرتي بتاعته ايه وهكذا. وتكريت
اندكس فايل تعمل لي فيه اكسبورت الكول النيم دي امبورت دي. تمام. واعطي له هنا مثال، المثال ده الكود بتاعه هيبقى تايب سكريبت، وهيبقى ده شكله مثلا لو انت بتعمل اكسبورت هيبقى اكسبورت اليوزر فروم ايه اليوزر. ده كده الدوكيومنتيشن بتاعتي، دي جايد لاينز بالظبط. انا كتبتها بطريقه ان هو لو اي حد حتى مش اي اي، لو حد دخل في التيم جديد بيشتغل معايا، انا ممكن بسهوله اديله الفايل ده يقراه وهيمشي على الخطوات دي ويكتب زي اي حد موجود في التيم. فانا ما بتكلمش ماشين، ما بتكلمش اي اي، انا بتكلم انسان. تمام. طيب هاجي هنا خلونا نجرب على كورسر، وهقول له هنا ايه، يلا بينا كريت لي، هكريت تايب سكريبت npm types package for user products وكاتيجوريز. يلا بينا نروح. انا طبعا ضرب في وشي عشان ايه، عشان انا نون برو يوزرز. طيب ودي من الحاجات اللي مش حلوه في كورسر. يعني كورسر هو مش عاطيني ترايل فيز، هو عاطيني نسخه فري، فنسخه فري المفروض ان انا اقدر استخدمها في اي وقت. في ليميتيشن وفي ضغط على السيرفر، بس المفروض ان هو يهندل حاجه زي كده. انت عاطيه نسخه فري، شفت الاي اي مثلا موديل اللي بستخدمه، اعمل له داون جريد، بس ما توقفنيش خالص، لان انا لو معتمد عليك بشكل كبير فانا كده ايه، استكيت خلاص، انا واقف ما بتحركش. خلونا نشوف ويند سيرف بتقول ايه. ويند سيرف عندها نفس القصه بالظبط، بس بتستعمل حاجه اسمها ويند سيرف رولز. اوكي، نفس الكونسبت، نفس كل حاجه بالظبط. جميل. والرولز عندها ليها طريقتين، اما بتحطها في فايل اسمه global underscore roles dot md، وده بيكون rules applied across all workspaces اللي هي اليوزر اللي موجوده في الايه الكورسر، او ان انت تضيفها في فايل اسمه دوت wind serve rules، ده بيكون خاص بيه بالورك سبيس اللي شغال فيها او البروجكت اللي شغال فيه. ده بالنسبه لويند سيرف. تمام. طيب خلونا نشوف بيس كود. في طبعا ويب سايت اسمه كورسر رولز، تقدر تبص عليه وتشوف مثلا هنا الرولز الموجوده، وتاخد برضو من هنا رولز كوبي بيست وتحطها تستخدمها. ناس كوميونتي بدا ان هو يكتب رولز وبدا ان هو يحطها، ودي حاجات ممكن تاخدها ايه ريدي ميد كده كوبي بيست وخلاص، هتعدل عليها طبعا. لو بالنسبه لك انت تمام اوكي، مش بالنسبه لك تمام هتضطر تعدل عليها، بس ده كفكره تاخد منها فكره. الويب سايت ده ظريف جدا. طيب نبص الفي اس كود. الفي اس كود برضو عنده نفس الكونسبت ونفس الحاجه هي بس طريقته مختلفه شويه. الفي اس كود قال لك هتعمل فايل اسمه copilot instructions.md مارك داون فايل، هتحطه في فولدر اسمه دوت جيت هاب وتكتب له الرولز عادي جدا. هو هنا عطينا مثال، دي رولز هنا بروجكت كودنج ستاندرد. تمام. اول حاجه، اول تايتل تايب سكريبت جايد لاينز، وهعطي له تايب سكريبت جايد لاينز. الحاجه الثانيه رياكت جايد لاينز. الحاجه الثالثه نيمينج كونفنشنز. الحاجه الرابعه ايرور هاندلنج، وهي بالظبط كانه بيكلم انسان مش اي اي. دي تعتبر كدوكيومنتيشن عادي لبروجكت طبيعي انسان يقدر ان هو يقراها. تمام. طيب احنا هناخد المثال بتاعنا او هنجرب على ايه، على الفي اس كود. يعني خلينا نفتح في اس كود كده، هنجرب الاول ان بيفور وافتر، يعني قبل الجايد لاينز وبعد الجايد لاينز، او قبل الرولز وبعد الرولز، هنشوف هل هي شغاله ولا بلح زي ايه الكونتكست 7. وممكن كونتكست 7 تشتغل مع حد معاكم، يعني اصل انا معايا ما اشتغلتش، يكون حظي وحش. طيب فخلونا ناخد مثال، نفس المثال اللي جربناه في كورزر وضرب. هنيجي هنا هقول له هنا ايه، هنا طبعا ما عنديش ولا رولز ولا اي حاجه. تمام. كرييت تايب سكريبت npm types package for user كذا، وده ايجنت، ويلا روح خلينا نشوف هيعمل ايه. اوكي هنا initialize project، وهيروح يكريت، هيران الكوماند ده initialize ال npm وايه، وانستول التايبس، التايب سكريبت. تمام. التايب سكريبت يعمل لها نت. هنا بدأ ان هو يضيف الفايل، طبعا هنا ايه export interface. اوكي وهنا ايه export product، ده انترفيس برضو، وده ايه انترفيس. حلو كويس، هو كده ماشي بالانترفيسز. وهنا ايه continue. طيب كمل. هنا عمل read me file. حلو. للتايبس دي جميل، حلو قوي. هنا خلص، هنا خلاص عمل لي ايه، فايلز اسمها كل تايب في فايل، بس هو بيستعمل هنا انترفيس. جميل. ونزل لي في الباكجز هنا باكج التايب سكريبت الفيرجن 5.3.8.3، وجاهز كل حاجه، والدنيا ايه شغاله كويس. وقال لي ازاي ان انا، هو كتب لها دوكيومنتيشن كمان ازاي ان انا اقدر اعمل لها انستول وازاي ان انا اعمل لها يوسج وهكذا. طيب ده بدون جايد لاينز. حلو. هقول له هنا اندو كله. تمام كده، وخلينا ادلت كل حاجه. تمام كده، ده ايه، ده بقى فاضي. طيب هنيجي هنا، خلوني اشوف الفيس كود بيقول ايه. هاخد الفايل ده، اعمل الفايل ده هنا. تمام. وهاخد الجايد لاينز
دي كده زي ما هي. اوكي، وايه هنا واحطها هنا. فانا هنا عندي ايه؟ اول حاجه عندي تايب سكريبت جايد لاينز، عندي براكتس تو فولو، وهنا هيستعمل الكارنت دايركتوري ويستعمل التايبس وهكذا، وده المثال. جميل، حط كده عشان ايه يشتغل. وعندي هنا اللي هنشيل ده كده، تمام، ونشيل ده. وعندي بقى npm node packages guidelines. اوكي، use these guidelines when installing any npm package. حلو، يعني ننزل ده كده. هيعمل ايه بقى هنا؟ هيوز اكزاكت فيرجن، ما يحطليش الماينر والباتش والكلام ده، انا عايز اكزاكت فيرجن. تمام. طيب هنقفل ده كده ونقفل ده خالص ونفتحه مره تانية نتاكد بس ان الدنيا كلها تمام. حلو. وهاجي هنا اخد نفس المثال. انا عندي هنا ايه؟ جايد لاينز. تمام. هنيجي هنا واقول ده هنا بيست. كده المفروض ان الشخص ده انا قعدت معاه نولج ترانسفير وشيرت معاه كل الجايد لاينز عشان يشتغل على اساسها. اقول له كونتينيو، اطلع من هنا عادي، كمل. هنا طبعا لو نلاحظ في اليوزد وان ريفرنس، لو فتحناها هو راح قرا ايه؟ الكوبايلوت انستراكشنز. جميل، فاقول له هنا كونتينيو. نزل الباكج. خلينا نتاكد بس عمل ايه. هو هنا لا والله نزل الباكج من غير ايه اكزاكت فيرجن، بس خلينا نشوف نكمل بس. هنا برضو ايه؟ used one reference تاني. type files عندي index file have been created the following. اوكي build. خلونا نشوف هنا عمل ايه بقى. عمل لي ده تايب، استعمله تايب، ما استعملوش انترفيس، وحط لي جي اس دوكس، حط لي هنا دوكيومنتيشن. تمام. ودخل الاندكس، عمل بدل ما اكسبورت اول عمل اكسبورت نيمد اكسبورت لكل واحد. فهنا يعني يعتبر بنسبة 90% تمام، اللهم الا موضوع ايه؟ الباكج هنا دي ما استعملش اكزاكت فيرجن، يعني هو سابها زي ما هي كده. ده ممكن اكون انا مش موضحها يعني برضو، ممكن اكون انا كتبتها بطريقه هي مش مفهومه. بس هو سو فار هو بدا ايه؟ بالدوكيومنتيشن، بدا يفولو الدوكيومنتيشن دي كانه شخص شغال معايا. تمام. طيب فكده لو وصلت ان الكونتاكت 7 اشتغلت معايا كويس مع طبعا الرولز بتشتغل كويس اهو. فانا وصلت بمرحله ان انا الاي اي خليته كانه فرد شغال معاه في التيم، وبيكتب بنفس السنتكس والجايد لاين، وكمان ابديتد عنده اخر دوكيومنتيشن. لو الكونتاكت 7 ما اشتغلش معاك، وزي ما قلت رايي الشخصي انا شايفه مش حاجه قويه جدا، لان انا عايز اتحكم في كل حاجه. فانا ممكن هنا مثلا في الجايد لاينز احط هنا جايد لاينز مثلا للنكست جي اس، اقول له هنا نكست جي اس جايد لاينز مثلا، وهقول له هنا يوز، وراح جاي داخل هنا اقول له ايه؟ نكست جي اس. اوكي، انستوليشن مثلا، وابدا ان انا احط له الدوكيومنتيشن بتاعتها. ممكن دي تمشي كده مثلا. هاجي هنا اوكي انستوليشن من اول هنا، اروح جاي هنا يوز ده فور انستوليشن، واقول له يوز كذا مثلا فور كذا وهكذا، احطها كبارت من الجايد لاينز، بدل ما اروح اعمل ايه ام سي بي سيرفر خاص انزله كونتكست 7 وهي عالم مره اشتغل معاه ما يشتغلش. الله اعلم. وبكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.